السلام عليكم جميعا وأهلا بكم أينما كنتم. الرأي الحر 31 من يناير. سنبدأ الليلة من المغرب، لكن في قضية الحقيقة لم نتناولها في السابق مرارا وتكرارا، ولكن هذه المرة كان لابد من تناولها لأنها تهم المغاربة وتهم جمهورنا العربي. تتعلق بأرض عربية محتلة، نتحدث بالتأكيد عن سبتة ومليليا. ما مستقبل هاتين المدينتين؟ السؤال يطرح بعد خطوة إسبانيا تحويل المدينتين المحتلتين إلى نقطة رسمية للجمارك. يعني بصيغة أخرى حتى أقربها للناس، وكأنه صارت هي النقطة الحدودية بين إسبانيا والمغرب، يعني عمليا تكريس الاحتلال. المدينتين أو المدينتان أصبحتا وكأنهما ضمن فضاء شنغن الأوروبي، بالتالي لا يحق للمغاربة دخول أرضهم المحتلة سبتة ومليليا بدون تأشيرة. سكان تطوان مثلا كانوا سابقا يدخلون للمدينة بدون تأشيرة، الآن لا، انتهى الأمر. المثير الحقيقة ولعله مستفز للبعض أن المغرب يبدو قابل بهذا الواقع أو هذه الخطوة الجديدة. لماذا؟ من خلال الصمت وعدم صدور أي موقف. ما مستقبل سبتة ومليليا المحتلتين بين الخطوة الإسبانية والصمت المغربي الرسمي؟ في انتظار مشاركاتكم في ساعتنا الأولى. الساعة